لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد. عمانوئيل إلهنا وملكنا، آمين. نسبحك ونحمدك يا رب، نأتي إليك يا رب ونحن عالمين بخطايانا، ونحن عالمين يا رب بجبلتنا، نحن تراب نحن يا سيد. يا رب ضعفتنا، تغاضى يا رب عن سيئاتنا، لتكن يدك لمعونتنا يا رب. نأتي إليك يا رب ضارعين كيما يا رب تفتح عينينا على نور كلمتك، كيما يا رب تفتح بنور كلمتك عينينا. حلو اغفر واصفح يا رب عن خطايانا اللي صنعناها بمعرفة وغير معرفة، الخفية والظاهرة، لأجل اسمك القدوس يا رب اللي دعي علينا. لا تدخلنا يا رب في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بكمال ومع الروح القدس المحيي المسلم لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين آمين. مريم، كاترين، هاني، أندرو، بكار، ليليا، واتسدو، إستر، أشوري، ولكو باشا، منورين. طيب، سلام المسيح. سلام ونعم. طيب، احنا محتاجين حد كده يقرا لنا الأصحاح الأول. لو ناخد بالترتيب، مريم تقرا لنا مريم من 1 لغاية 12، وبعديها كاترين من 13 لغاية 17. اتفضل يا مريم. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من بشاره متى البشير، بركاته تكون معنا امين. وفي تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكرز في بريه اليهوديه قائلا: توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. فان هذا هو الذي قيل عنه باشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البريه، اعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمه. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذائي. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده، وسينقي بيدره ويجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فيحرق بنار لا تطفأ. كاترين تقري لنا باقي الأعداد. كاترين. طب شوهم. طب أخونا هاني كمل الأصحاح لنا باقي كام؟ الأعداد من 13 لغاية آخر الأصحاح. حاضر، افتح النار.
حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماء قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمام وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب، به سرر. والمجد لله دائما أبديا آمين. أمين. يبارك الله الكلمة المعطاة لأجل خلاصنا. طيب، أنا الأصحاح أنا قسمته نصين. النص الأولاني هو كرازة يوحنا المعمدان من 1 ل 12. الجزء الثاني وهو معمودية الرب يسوع المسيح لكل المجد. طيب، بيقول البشير متى: في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا، لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. احنا كمسيحيين بنقول إن في أوجه شبه بين يوحنا المعمدان وإيليا. هطرح كده سؤال: ايه الشبه بين يوحنا المعمدان وإيليا؟ كل واحد يقول سبب عارفه. مريم. أنا شايفة وجه الشبه في تقشفه في عنفه مع التعامل مع الخطية والخطاة، اللي إيليا النبي كان كده. فشايفاه فيه في إنه ما كانش بيجامل، ما كانش يعرف يجامل، لأ بيقول لهم توبوا، هيحصل كذا وهيحصل. كان عنيف، كان كلامه يا أولاد الأفاعي، عارف الأسلوب كده اللي هو ما فيهوش أي محاباة يعني. بس تمام. طيب، كاترين. أستاذ هاني. أستاذة مريم قالت كل النقط المميزة. هو طبعا كان عنده الغيرة على كلمة ربنا، فكان ده يعني شيء زي ما قالت أستاذة مريم شديد في المعاملة مع الخطاة، وبيوضح لهم برضو ما كانش عنده جزء المحاباة ده، أو يحاول يكون ماسك العصاية من النص زي ما بيقولوا. كان واضح وعنده غيرة على كلمة ربنا، وبيحس الناس إلى التوبة. يعني لما لقى إن البعض يقول لك إيه، طب مش هنخسر حاجة ونتعمد، فوضح لهم قال لهم لأ، ده انتوا لازم تتغسلوا من جوه الأول يعني كان إيه، وضح لهم الجزئية دي جليا. قال لهم لأ، ده انتوا لازم تتوبوا، والتوبة هي الاغتسال من الداخل قبل ما تتغسل من الخارج. تمام. بكار. بكار بعيد. طيب، واتو. معاه مكالمة. طب ليليا. خلص. أيوة. يعني أعتقد إيليا كان بيواجه الملوك. كان شخصية كانت قوية. كان الملك ساعتها كان زوجته كانت بتحرضه لقتله، فشخصية قوية. وشايفة إن يوحنا نفس الشخصية، يعني إن هو برضو كان بيواجه اليهود برضو، مش خايف. أعتقد يعني هو قريبين من بعض في الحتة دي. تمام. ويعني بشر بمجيء المسيح برضو وهو ما عندوش خوف. فأنا يعني حاسة إن هما قريبين من بعض في النقطة دي. تمام. طيب، اللي انتوا قلتوه حلو، بس خلوني ان انا
أصيغها في نقط محددة، إن كل واحد فيهم إيليا ويوحنا المعمدان كل واحد فيهم كان نبي. ملوك الأول أصحاح 18 آية 22 بيعلن لنا الحقيقة دي عن إيليا النبي، ومتى 11:9 بيعلن لنا نفس الحقيقة عن المعمدان، إن هو كمان كان نبي. الحقيقة التانية وجه الشبه التاني إن كل واحد فيهم اتمسح بنفس الروح والقوة. بيتكلم إنجيل يوحنا إنجيل لوقا يقول: ويتقدم أمامه عن يوحنا المعمدان بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، في لوقا 1:17. أول نقطة إن كل واحد فيهم كان نبي. التاني إن هما الاتنين كانوا بنفس الروح. التالتة إن كل واحد فيهم كان بيلبس نفس نوع الثياب وله نفس العيشة. هنقرأ عن إيليا إنه كان راجل أشعر متمنطق بمنطقة من جلد على حقويه، زي ما بيعلن لنا ملوك التاني الإصحاح الأول الآية 8. يوحنا المعمدان هنلاقي برضو نفس الصفة في متى 3:4، كان لباسه من وبر الإبل وعلى حقويه منطقة من جلد. الرابعة إن هم زي ما قالت ليليا ومريم، إن كل واحد فيهم بيتميز بالشجاعة ووبخ ملوك. إيليا النبي وبخ الملك أخاب وطلب وطلب منه إن هو يرجع عن شره. ده هنلاقيه في ملوك التاني الأصحاح الأول. هيرودس هو كمان طلب قتل يوحنا المعمدان، هنلاقيه ده في متى 14. التشابه السادس إن هما الاتنين كانوا موضع الحقد والكره من الملكات الموجودة في زمانهم. إيليا كان موضع حقد وكره لإيزابل، الملكة إيزابل، في الملوك الأول 19. ويوحنا المعمدان كان موضوع حقد وكراهية هيروديا، زي ما بيعلنوا متى 14. السابع بقى إن كل واحد فيهم كان لهم في يوم ما ضعف في إيمانهم. هنلاقي إيليا النبي في ملوك الأول 19 الأصحاح من الأعداد من 1 ل7 بيشتكي وبيطلب من الله إن هو ما يكونش موجود. أنا لست خيرا من آبائي، إني عندك. وهنلاقي يوحنا المعمدان عنده ضعف لما يوصل إن هو ماهوش يشك في المسيح اللي شاف الروح القدس حالل عليه ويسمع صوت الآب من المجد الأسنى وهو بيقول له: أنت ابني الحبيب به سررت. في نفس الوقت يبعت يسأله مع تلاميذه: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ في متى 11 من 1 ل6. دي 7 أوجه للشبه ما بين يوحنا المعمدان وما بين إيليا النبي. تمام كده؟ اتفضل يا أستاذ هاني. هو أنا فاهم الجزئية بتاعت سؤال يوحنا المعمدان لما كان في السجن، لما أرسل تلاميذه. هو يعني سامحني، يعني هو سؤال استكشافي، يعني زي ما السيد المسيح له كل المجد كان بيسأل تلاميذه، لأنه كان يقرأ أفكارهم: ماذا يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فهو برضو يوحنا المعمدان سأل بنفس الصيغة استكشاف عشان يخلي الأنظار تتجه للسيد المسيح، لكن هو كان مآمن يقينا إن ده مسيح الرب. يعني هو كان عنده اليقين ده، لكن هو عايز الأنظار تتحول عن المسيح، وعالما إن خلاص آخر صفحة في كتابه ستغلق. ده فهم يعني، فأرجو برضه حضرتك لو عندك تعقيب. يعني هو ده فهم وده تفسير مطروح، والتفسير التاني اللي أنا قلته. بس أنا بشوف الأوقع والأقرب إن هو شك، هو بني آدم في الآخر يعني. فده وده التفسيرين مطروحين. دكتور جون منورنا. ازيك يا دكتور؟
السلام ونعمة. سلام المسيح يا دكتور. طيب العدد الأول بيقول في تلك الأيام. في تلك الأيام، في تلك الأيام ده كان تعبير شائع في العهد القديم، خاصة في النبوات اللي بتتكلم عن المستقبل، وإن ما كانش قاصر عليه. استخدم في العهد القديم في نبوات مستقبلية خاصة بالمسيح لكل المجد. هنلاقي التعبير ده موجود في أرمية 33:15، يتكلم يقول في تلك الأيام وفي ذلك الزمان أنبت لداود غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض. وفي أرمية 33 برضه 16 في الآية اللي بعديه في تلك الأيام يخلص يهوذا وتسكن أورشليم آمنة وهذا ما تتسمى به الرب برنا. في أرمية 50 برضه في تلك الأيام وفي ذلك الزمان يقول الرب يأتي بنو إسرائيل هم وبنو يهوذا معا يسيرون سيرا ويبكون ويطلبون الرب إله. وفي 20 من نفس الأصحاح يقول في تلك الأيام وفي ذلك الزمان يقول الرب يطلب إثم إسرائيل فلا يكون وخطية يهوذا فلا توجد لأني أغفر لمن أبقي. وكتير قوي شواهد زي دي. طب اشمعنى، خلوني أطرح سؤال، اشمعنى اختص متى بالاصطلاح ده؟ ليه قصد متى ان هو يستخدم الاصطلاح ده؟ دكتور لسه جاي بقى، ناخده سؤال كده على السخن. اتفضل يا دكتور. طب معلش، أصل أنا لسه يعني مشغول شوية في البيت كده، يعني حد تاني يجاوب لغاية لما أفضى بس. اوكي، مريم، نيجي بالدور تاني. الاول اندرو، انا اسف يا اندرو، تحب تضيف حاجه؟ انا اسف، انا عديتك ما اخدش بالي. اندرو لا تماما يا أستاذ. حبيبي. مريم بقطر. انت قلت الاصطلاح ايه؟ معلش عشان في تلك الايام، اشمعنى متى ده من الاصطلاحات الخاصه بمتى البشير؟ لانه يهودي و... وعارف كويس قوي العهد القديم وقارئ، فهو بيكلمهم بطريقة هم فاهمينها وعارفينها وحافظينها ودرسوها في الهيكل على طول. هو دايما كان بيشير للموضوع دوت، وكان بيرجع دايما لكل اللي اتعلموه. هو عايز عارف يلفت نظرهم لكل ما قيل في العهد القديم. طيب هو انت كلامك صح، بس خلينا اضيف عليه حاجه، ان طبيعه انجيل متى، الراجل كان بينقل اليهود العبرانيين اللي قبلوا المسيح دايما من حالة لحالة. علشان كده بيتقال إن إنجيل متى ما ينفعش إن هو من العهد الجديد، وإنما هو وصلة ما بين عهدين. عشان كده كان دايما يقول في تلك الأيام، زي ما هو في 3:1 الإصحاح التالت الآية 1، وزي ما في تعبيرات تانية لكي يتم المكتوب أو كما قيل بالنبي. كان دايما يقول لهم اللي انتوا قريتوا عليه هو تم هنا. فالمقصود هنا بينقلهم للمتوقع في فكرهم ان هو يجي القائد العظيم اللي هو بيجي بالخلاص لشعب الله في البرية، اللي بياخدهم لخروج جديد، اللي هو مستنيينه بكل شغف علشان يخلصهم من كل القيود اللي عليهم. فعلشان كده ده كان من التعبيرات اللي خلونا نستخدمها كده، يسامحني متى البشير، من التعبيرات المتوية قوي. فكان علشان هو بيخاطب اليهود المسيحيين اللي من أصل يهودي، فكان بيكلمهم بلغة ومصطلحات هم فاهمينها. في الآية 2 توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. هنا دي دعوة يوحنا المعمدان للتوبة.
اليهود كانوا عارفين إن الله هو ضابط الكل، لكن كمان كانوا بيصلّوا كل يوم علشان ييجي الوقت اللي تسود فيه مملكة المسيح على كل شعوب الأرض. علشان كده هو كان زي ما يكون بيقول لهم جهّزوا نفوسكم علشان ملكوت المسيا ده يحضر وييجي. في الآية 3 فيها حاجة عجيبة أوي، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة. هنا ده قرينة نبوة عن الخروج الجديد. أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة. لما الله يخلص شعب مرة تانية لأورشليم بعد ما يجمعهم من بين جميع الأمم اللي اتشتتوا فيها، كأنه هو بيقول لهم الطرق اللي محتاجة تمهيد ومحتاجة إنها تكون مستقيمة جهزوها. الملوك القدامى بيتقال كده، إن المفسرين بيقولوا الملوك القدامى خاصة ملوك الشرق كانوا بيتوقعوا إن تتمهد الطرق ويتم تعبيدها يعني إنها تكون صالحة للاستخدام لهم علشان يتنقلوا عنها. فكأن متى هنا بيقول لهم اعملوا نفس الحاجة للملك اللي جاي. هنا متى بيستعير الاقتباس من ملاخي، ومش يعني الجزء دوت ما هوش من أشعياء بس، لا ده من أشعياء ومن ملاخي، لكن بيقول لنا زي طبيعة اليهود دايما إن هو ممكن يقتبس نبوتين من مكان مختلف وفي نفس الوقت يشير لواحد بس، زي عادة اليهود اللي هم حافظين النبوات. عيدها تاني يمكن تكون مش واضحة. هنا في جزء من نبوة من أشعياء وفي جزء من ملاخي. هنا دمجهم متى البشير كأنه قاصد يعني إن هو عشان هو عارف هو بيكلم يهود حافظين النبوات، فاكتفى إن هو يشير لأشعياء بس من غير ما يفصل إن ده من أشعياء وده من ملاخي. لو في حاجة مش واضحة أو في حاجة محتاجة توضيح أو حد عايز يضيف حاجة يتفضل. أنا ممكن أضيف بس جزء إنه دي طريقة متى الإنجيلي، يعني مش أول مرة يعمل كده. مثلا لاقيه مثلا في الإصحاح التاني قال كي يتم ما قيل في الأنبياء، من غير ما يفسر بقى الأنبياء دول اللي هو إنه سيدعى ناصري اللي كانت في إنجيل متى 2. فهو ما فصلش الأنبياء إن هو جمع كذا نبي مع بعض عشان نقول إن المسيح هيبقى زي الغصن، أو اللي هو النبي الغصن، زي ما اتقال في زكريا وزي ما اتقال في أرميا. كذا نبي من الأنبياء قالوا كده. فدي طريقة متى الإنجيل يعني. تمام يا دكتور، تمام. طيب بعد كده يكلمنا عن طبيعة يوحنا ولبسه وأكله. يوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. يوحنا كان الطعام اللي بياكله هو بياكله أفقر الناس. رغم إن المناحل كانت معروفة في إسرائيل، إلا إن يوحنا كان بياكل بس العسل البري. العسل البري ده كان بيتم الحصول عليه زي تقريبا نفس الطريقة ما زالت مستخدمة لغاية النهاردة، إن أنت تعمل نوع من التدخين للنحل عشان تخرجه من الخلايا، وبعد كده تفتح الخلية. العسل كانت المادة الوحيدة المستعملة لتحلية الأكل، كانش فيه سكر عندهم اليومين دول، عشان كده كان بيعتبر أكتر المواد حلاوة. الأسينيين ومش بس الأسينيين، كل الزاهدين في إسرائيل كانوا بياكلوا الطعام دوت علشان يتجنبوا الأطعمة النجسة. الكلام دوت هنلاقيه فين؟ هنلاقيه في مكابيين 2 إصحاح 5 الآية 27، عشان بس اللي يقول لك إن يوحنا المعمدان أسيني بس، فهنا ده ما كانش طبيعة. أنا مش بجادل في كون هو أسيني ولا لأ، ده ما كانش طبيعة الأسينيين بس،
كل الزهاد في شعب إسرائيل كان فيهم طبيعة الابتعاد عن الأطعمة النجسة والاقتراب من الأكلة دي بالذات علشان يتجنبوا الأطعمة النجسة. يوحنا كان بيلبس زي ما كان بيلبس إيليا بالظبط، وأنا عرضت ده في الأول، وهنلاقي الصورة دي أوضح الأصحاح الأول آية 8. وكان في تانيين بيعيشوا حياة الاعتزال عن المجتمع. التشبه بإيليا هنا كان بينذر إن النهاية اقتربت زي ما أعلنها ملاخي في الأصحاح الرابع الآية 5 و6. بيبدأ يكلمنا عن كراسته. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. التراث اليهودي بيعلمنا ان الوثنيين اللي كانوا بيحبوا وعندهم رغبة ان هم يتحولوا لليهودية كان لازم يتوبوا الاول وبعدين يتم معموديتهم، يغتسلوا. الغسل كان موجود عند اليهود كشريعة تطهير للوثني الراغب في الدخول في المعمودية. لكن هنا هنلاقي يوحنا بيعمل حاجة تانية. هنا بيعامل اليهود نفس معاملة الوثنيين، كأن على الكل إن هم يشتركوا في التوبة للاستعداد للحدث العظيم القادم، وهو مجيء المسيا المنتظر من نسل داود. إذن الحاجة اللي عملها يوحنا دي ما اخترعش المعمودية، وإنما كانت معروفة في الفكر اليهودي إن هو اللي كان يجي يتقدم علشان يدخل لليهودية ويقبل شريعة موسى كان لازم يتقدم توبة ويغتسل، اللي هي طقس العماد اللي عمله يوحنا المعمدان. هنا فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدقيين يأتون إلى معموديته قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. كان في اعتقاد عند زي ما بتقول كتب التفسير والخلفية الحضارية للكتاب، إن كان في بعض القدماء بيعتقدوا إن بعض أنواع الأفاعي بتاكل من أجساد أمهاتها في طريقها للخروج من الحياة. هنلاقي هيرودوت ذاكر حاجات زي كده وقصص زي كده. الأفكار دي كانت موجودة عند القدماء، علشان كده كان مفزع قوي إنه يطلق على شخص لفظة أفعى. لكن يوحنا كان بيعامل اليهود نفس معاملة الوثنيين، لأن في حاجة مشتركة ما بين الاتنين. ده بعيد عن الله وبعيد عن شريعة إسرائيل. مضمون شريعة إسرائيل هي أحبوا الحق، أحبوا العدل والسلام، اقضوا عن اليتيم، حاموا عن الأرملة، تقديم الذبائح اللي هو مفروض يكون بقلب خاضع. كان عند اليهود في الوقت ده بالذات اتحول لعملية روتينية وعملية مقايضة، كأن الشخص بيجهز نفسه فعلا لخطية بعينها وبعدين يكون مجهز الذبيحة. علشان كده كانت صرخة أشعيا النبي لهم اللي هو، خلوني أقرأ الجزء ده لو سمحتوا، لأن أنا الجزء ده أنا بشوفه فعلا هو استعلان لشريعة العهد القديم وشريعة العهد الجديد، هو مضمون الشرائع كلها. أما يقول: لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب، أدخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدمع عجول وخرفان وتيوس ما أصر حينما تأتون لتظهروا أمامي. من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري. إيه اللي قال لكم؟ مين اللي قال لكم إن أنتوا تدخلوا بيوتي؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. نتيجة على كده بقى البخور مكرها لي رأس الشهر والسبت ونداء المحفل. مكرها برضو يا رب. لست أطيق الإثم ولا اعتكاف. قرن الإثم الخطية بالاعتكاف.
ورؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا. فحينما تبسطون أيديكم أستر وجهي، أستر عيني عنكم، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دم. فنفس الخطية بتاعت إسرائيل هي نفس خطية الأمم، هو نفس البعد عن الله. عشان كده يوحنا المعمدان عمل لهم نفس المعمودية، الرجوع عن الخطية. وحتى الفريسيين نفسهم اللي كانوا بيشكوا في التوبة للي بيدعي إنه تاب في طريق الاسم، أمرهم إن هم كمان إن هم يفحصوا نفسهم قبل المعمودية. فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصديقين يأتون إلى معموديته قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. بعد كده بيكلمنا متى البشير: ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. طيب أنا هطرح سؤال صغير. الشجر اللي اتكلم عنه يوحنا المعمدان مقصود بيه ايه؟ هاني، أستاذ هاني. الإنسان طبعا على ما أكيد يعني. طيب عايز أسمع رد تاني دكتور. الخطاة اللي بعدوا عن ربنا، اللي لا يأتوا بثمر. مين كمان؟ بعدوا عن تعليمه واهتموا بالحرف، وكأنهم زي ما انت قلت بالظبط، زي زي اللي عبدة الأوثان. طيب الدكتور مش بعيد ممكن عن التليفون. خلونا أقول إن اليهودية والأدب اليهودي والكتاب المقدس اليهودي التناخ استخدم تعبير الشجر كرمز لإسرائيل نفسها، كأنه هو بيقول لهم القضيب هيزول من إسرائيل وهيروح للأمم مادام انتوا ما عندكوش التوبة دي. هنلاقي استخدامات الرمزية لإسرائيل بالشجر موجودة مثلا في أشعياء 10 33 34. عمنا هاني ممكن تقرا لنا الآيتين دول؟ أشعياء 10 33 34. طيب هاني بعيد، مريم تقدري؟ حاضر، لحظة واحدة. أشعياء 10 33 34. هو ذا السيد رب الجنود يقصب الأغصان برعب، والمرتفع يقدب القام يقدب يقدب الأغصان برعب، والمرتفع القامة يقطعون، والمتشامخون ينخفضون، ويقطع غاب الوعر بالحديد، ويسقط لبنان بقدير. واو، شكرا، مجد لله دائما. جبتها ازاي دي يا مشمش؟ ايوه يا ده تشيل، ده, ايوه، انا ده كاني اول مره اقراها. انت وانا برضو. ربطتها بطريقه رائعه. بعرف أغش كويس بس. ماشي يا مشمش. فهنا بيقول لهم هنا كأن متى البشير، كأن يوحنا المعمدان بيحيلهم لتناقهم، بيقول لهم خلوا بالكم انتوا بس انتوا مالكمش وضع خاص طالما انتوا بعيد عن صاحب الكرم. طالما انتوا بعيد، إيه،
مش مغروسين فيه، هتتقطعوا طول ما انتوا ما بتصنعوش ثمر جيد، وتقطعوا وتلقوا في النار. يبدأ بقى يتكلم عن المبارك. أنا أعمدكم بماء، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده، وسينقي بيدره ويجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. خلوا بالكم، لست أهلا أن أحل سيور حذائه. العبيد اللي كانوا بيخدموا الطبقة الراقية كانوا في أحيان كتير لهم مكانة أعلى من الأحرار الفقراء. العبد اللي كان بيخدم سيد معلم يعني، كان بيشيل نعل سيده. عشان كده يوحنا بيقول إن هو ما يستحقش إن هو حتى يكون عبد للمسيح. هنا بيحيلهم لحاجة حالة هي معروفة عندهم. وسبق وتنبأ الأنبياء عن انسكاب الروح القدس على البار أثناء تأسيس الله أركان مملكة إسرائيل. حد يقرأ لنا أشعياء 44:3؟ عمنا هاني انت بقى. أشعياء 44:3. تمام. لأني أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة، أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك. آمين. هنلاقي نفس الحكاية بتاعت الانسكاب الماء اللي هو رمز للروح القدس في العهد القديم، من ضمن رموز الروح القدس في العهد القديم. هنلاقيه بيتكرر في حزقيال 39:29، وفي يوئيل 2:28. كمان الأنبياء اتنبأوا بنزول نار على الشرير. هنا نفس الحاجة اللي بيحلنا ليها متى، نفس الحكاية اللي بيحلنا ليها متى لما يتكلم عن التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. أنا لو سمحتوا لي أفتح إشعياء 26:11، بيتكلم عن الحالة دي، على نزول نار على الأشرار. بيقول كده: يا رب ارتفعت يدك ولا يرون ويخزون من الغيرة على الشعب، وتأكلهم نار أعدائك. فنزول النار المحرقة على المستعلنة على كل فجور الناس هنا موجودة في العهد القديم، على لسان أشعياء 26، وكمان في 65:15، وبرضه اتكلم عنها أرمية 4:4. هنا في متى 3 بيقول إن الشرير بيعمد بإدخاله للنار، أما البار فبالروح القدس. طيب، خلوني أسأل سؤال. الروح القدس اللي اتكلم عنه يوحنا المعمدان، هل كان يوحنا المعمدان يفهم حقيقة وتفصيلا ما هو الروح القدس؟ أنا ده سؤال بطرحه. بكار لو معانا. طيب، أرجع تاني. مريم، هل بتعتقدي إن يوحنا المعمدان كان بيعرف حقيقة طبيعة الروح القدس؟ أعتقد من وجوده في البرية وتقشفه، أعتقد إن هو كان ليه تعاملات فعلا مع الله. لكن والعهد القديم كان موجود فيه الروح القدس. لكن طبيعة الروح القدس تظهر زي حمامة، أنا بصراحة ما أعرفش، مش عارفة. طيب، دكتور أكيد بعيد، وإلا ما كان يدخل يشاركنا. طيب أستاذ هاني،
هو جزئية إن الروح القدس تظهر كحمامة ساعة المعمودية دي كانت واقعة فريدة، لأن التجسد قدام لأقنوم الابن، لكن دي كانت حالة فريدة عشان ربنا عايز يوضح إن السيد المسيح هو يدي علامة لكل الناس وليوحنا المعمدان إن هذا يعني حسب ما ذكر في الإنجيل متى هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، فعايز يدي يعني إيه إظهار لطبيعة السيد المسيح. فدي جزئية برضو إن الروح القدس ظهرت في شكل حمامة. طيب إذا كان هو عارف يعني إيه الروح القدس، ليه بعد كده بيقابلنا في أعمال إن تلامذة يوحنا المعمدان لما اتسألوا عن المعمودية، معمودية الروح القدس، قالوا ولا ندري ما هو الروح القدس؟ ده سؤال. سؤال يا ماري. مركزة معاك يا مشيلة، أنا بعمل حاجة على فكرة وبسمعك. طيب هو عموما محدش يقدر يحسم النقطة دي، لأن اللي أنا مؤمن بيه تماما إن إعلانات الله في العهد القديم كانت متدرجة، ما كانتش معلنة تمام الإعلان. يعني مثلا وضوح إعلان المسيح على في أشعية وفي دانيال أكيد مش زي اللي وصل لأمنا حواء مثلا في تكوين، كان وصلها حاجة بسيطة جدا. إنما الوضوح اللي هو وصل لغاية دانيال وأشعية وحزقيال كانت وضحت الرؤية قوي، وتتضح كمان بعد كده مثلا في ملاخي عن طبيعة مجيئه. فمش شرط مش شرط إن هو يكون عارف كل حاجة. ده إحنا بتقابلنا نماذج في الكتاب المقدس بينطق بالنبوة وهو مش عارف هو بينطق بإيه. وممكن في حالة فريدة في الكتاب المقدس اللي هي في العدد، لما هنلاقي بلعام وهو بيتكلم بنبوة ضد مشيئته هو، بينطق بحاجة غير اللي هو عايز ينطق بيها، بيبارك بدل ما بيلعن. فمحدش يقدر يحسب هو كان المعمدان عارف يعني ايه الروح القدس تفصيلا ولا لا. انا ما اقدرش اجزم، وما اظنش ان في حد يقدر يدينا الجزم دوت، بدليل ان تلامذته نفسهم ما كانوش عارفين يعني ايه الروح القدس. طيب هنيجي للعدد 12 وهو بيقول رفشه في يده وينقي بيضره. رفشه في يده. رفشه يعني ايه يا استاذ هاني؟ اللي هو المنجل اللي بيحصد بيه تقريبا. تمام. والبيدر؟ البيدر اللي هو مكان الحصاد او مخزن الحصاد، صح كده؟ هو المقصود بيه انت تقصد التفسير الحرفي ولا المقصود المعنى. بالبيدر ايه؟ لا المعنى اللي هو التفسير. هو البيدر اكيد هو المكان اللي هيكون فيه اهل النور او اهل الخير، انت كنت ماشي والحصاد اللي صح، هو يوم الحساب. انت كنت نعم. ماشي صح وفاهم قصدي صح. اه انا عايز المعنى الحرفي، معنى الكلمة الحرفي. المعنى الحرفي هو مخزن السلال او مخزن القمح. يبقى الرفش ده هي اللي هي الأداة، اللي هي المنجل، الأداة. أو المنجل اللي بتستخدم للتزريع أو للفصل. بترفع البيدر هي الأرض بتدخل. يا ميشيل، البيدر هي الأرض. بالمصري الجرن اللي بيبقى فيه المحصول. ده البيدر. طب الرفش ده اللي هو المنجل اللي هو بنستخدمه علشان نزري بيه، او اللي هي نفصل بيه الحبوب المختلطة بالتبن والقش. فالحبوب تقع تحت علشان تقيلة، القش والتبن يطير بعيد.
فكأن هنا يوحنا المعمدان بيحن للي هيعمله المسيح، إن هو هيفصل ما بين صالح وطالح، ما بين بار وشرير، ما بين قابل للنعمة وقابل للمشيئة الإلهية، وما بين شخص معاند. هي ده المقصود، زي ما بين ده المقصود بالرفش والبيضة. طيب استخدامها الروحي هنا ايه يا استاذ هاني؟ عمنا هاني، مش عارف الناس بتيجي هنا تحب تنام في الروم ليه. انا عايز اجيب حاجه احطها فوق عشان الناس بتيجي عندي تنام. الاستخدام الروحي بتاعها هنا فصل الناس، فصل الخطاة واللي بعدوا عن ربنا وعبدوا الأوثان وبعدوا عن كلام ربنا عن المؤمنين اللي ماشيين حسب الشريعة وحسب تعليم ربنا. ممكن أجاوب؟ فصل الجيد عن الغث. اتفضل يا جاد. سلام ونعمة. طبعا حبيت أرجع نقطة لورا شوي، موضوع البيدر والأمور اللي أنت كنت تتكلم فيها ما زال يعني في حاضرنا، إنه الفلاح والمزارع يستخدم هذه الأمور، إنه يجمع المحصول، بمعنى إنه زي القمح مثلا كله يضعه في البيدر لحتى يتم في تذرية عن طريق الهواء، فصل بين القمح والتبن. فالمقصود الروحي هنا انه كل الناس حتى المؤمنين الاشرار كلهم راح يضعوا في هذا البيدر، والرب راح ينقيهم واحد واحد. فهذا بمعنى الروحي. تمام. طيب واما التبن فاحرقه بنار لا تطفأ. اللفظ اليوناني اللي هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، اللي مستخدم عن الروح القدس بيعني كمان الريح. عشان كده صورة الريح والنار مع بعض اللي ظاهرة هنا في متى 3 بتدي كأنها بتدي صورة للتمييز اللي هيحصل ما بين مؤمن وغير مؤمن، ما بين بار وشرير، ما بين حد بيقبل المسيح وما بين حد ما بيقبلش المسيح. أما تزرية القمح الفصل عن التبن، دي كانت حاجة معروفة عند كل الفلاحين، وكانت معروفة كمان عند يهود فلسطين في الوقت ده. كانوا بيفصلوا القمح عن التبن عن طريق اللي هي الرفش دي، اللي هي المنجل أو المذراة. بيفصلوا بيزروا القمح اللي تم حصاده في الهواء علشان الريح يجي ويفصل الحب عن التبن، عشان الحب تقيل بيقع تحت، أما التبن والقش خفيف بتشيله الريح. التبن أو القش ما كانش له منفعة بحاجة خالص سوى إن هو يتحرق. في كتاب وصفوا يوم الدينونة، وكمان أنبياء في اليهود. لو هنبص على عزرا 4:30-32 هنلاقيه بيكلمنا على نفس الحكاية، على إن يوم الدينونة ده يوم حصاد. اسمحوا لي أطلعها ثواني. لا تقريبا أنا غلطت في الشاهد، ثانية. آسف، أرمية 51
أرمية 51:33 يقول كده: لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، إن بنت بابل كبيدر وقت دوسه، بعد قليل يأتي عليها وقت الحصاد. فبيتكلم عن الدينونة كأن هي يوم حصاد. وهنلاقيه برضو في أشعية 17:13 بيشبه الأشرار بتشبيه هنا جايبه يوحنا المعمدان، اللي هو بيشبههم بالقش. أشعية 17:13 بيقول ضجيج شعوب كثيرة تضج كضجيج البحر، وهدير قبائل تهدر كهدير مياه غزيرة، لكن قبائل تهدر كهدير مياه كثيرة ولكنه ينتهرها، فتهرب بعيدا وتطرد كعصافة الجبال أمام الريح، كعصافة الجبال أمام الريح، زي القش بتاع الجبال. أما إن النار لا تطفأ، فهو هنا بيشير للي بيتجاوز النار الوقتية اللي بيتحرق بيها القش لحاجة أكتر رعب، اللي هي النار الأبدية. رغم إن التقليد اليهودي نفسه ما كانش متفق فيه على إن نار جهنم مستمرة بدون انطفاء. نيجي للجزء الثاني اللي أنا قسمت الإصحاح له لقسمين في متى، لما بيتكلم عن معمودية المسيح. ممكن مريم تقرأ لنا الأعداد تاني من 13 ل 17؟ متى، صح متى. متى 3 من 13 ل 17. تمام. لو في عندك حاجة حينئذ اتفضلي. جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجابه يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. أكمل؟ كملي لآخر الأصحاح. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذ السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. أمين. طيب، يوحنا كان متوقع عماد المسيح فورا بالروح. رد فعل يسوع عليه ليه بقى؟ يعني أنا محتاج، لما بيقول له أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي، رد فعل المسيح كان بناء على إيه؟ إيه السبب؟ إيه المعلل؟ هاني معانا، تفهم الجزء ده إزاي يا أستاذ؟ جاد؟ لا حتى يعني بلعت له مثلا المسيح. سلام. حبيبي، هنا بوضح لنا الرب يسوع المسيح، بما انه يوحنا المعمدان كان يهيئ طريق الرب وكان يشهد لهذا النور الآتي إلى العالم، وكذلك يؤكد الرب يسوع المسيح ليوحنا المعمدان الشهادة ليوحنا. وبنشوفها احنا كمان في أعداد أول ما بتكلم هو أعظم النبي، ففي كثير من الأعداد هون يأكد أنه معموديتك جاءت من السماء وليس من الناس. طيب، هو بس الجزء اللي أنا قصده إن هو ليه المسيح هنا قال له أنا محتاج أنه يليق بنا أن نكمل كل بر. هنا حتى المسيح يتم ما قيل في الأنبياء في التنبؤات. مش ده برضو اللي أنا عايزه. ليلي عندك توضيح؟ تمام. أنا عايزة أقول حاجة. يعني هو رد سيد المسيح بيقول له اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر.
بنا، هو بنا هنا اعتقد ان هو بيشير للانسان، مش عارفه يعني. هو السيد المسيح جاي كبشر، فهو لازم السيد المسيح كمان زي ما اختتن المفروض كمان ان هو يعتمد، يعني هو هياخد نفس طريق الانسان كله. ليه؟ ليه؟ ما هو ده ادم الجديد، ده ادم الجديد بقى، فلازم طيب ياخد كل حاجه حسب الناموس ويدينا الطبيعه الجديده. ممكن تقري لنا متى 5:17؟ اوكي ماشي، هفتحه واجيبه. لو ما عندكيش انجيل قول لنا نبعت لك. يا ريت. ماشي. انا لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء، ما جئت لانقض بل اكمل. ما ده نفس كلامي، انا قلت كده على فكره. صح كده ولا ايه؟ انا هوضح حاجة كمان. المسيح كان رد فعله علشان يأكد أهمية اتحاده مع إسرائيل في طاعته للناموس. واخده بالك؟ هنا المسيح كان بيقول أنا مطيع الناموس كمان، أنا مش جاي أنقض، ده أنا بكمل كل بر. أنا بكمل كل بر. البر المقصود بيه إطاعة الناموس. فهنا المسيح بيقول إن هو ما انفصلش عن الجسد، جسد إسرائيل، لأن هو نائب عن إسرائيل بصورة خاصة، ونائب عن العالم بصورة إيه؟ بصورة عامة. لأن لما ما يجي يقول لم أرسل إلا خراف بني إسرائيل الضالة، هنا على فكرة مش المسيح بدأ وبعدين نسخ ومنسوخ وبتاع. لو جه وقت بنعمة ربنا واتكلم عن مصطلح الملكوت هوضح كويس قوي إن في فرق ما بين ملكوت السماوات اللي نادى بيه المسيح في الأول، وهو ده اللي بعت تلاميذه له يكرزوا في الإرسالية الأولى. علشان كده قال لهم فرق لهم ما بين حاجتين: إلى طريق لا تمضوا، ويقول لم أرسل إلى خراف بني إسرائيل الضالة. المناداه بالملكوت وبمجيء المسيح ده كان إعلان خاص باليهود. بعد كده في إعلان تاني أشمل، ده لليهود وللأمم. هيجي وقت إن شاء ربنا هوضحها. بس هو هنا في الجزء ده هو بيأكد أهمية اتحاده مع شعب إسرائيل في طاعته للناموس. ده الغرض اللي قال عشانه المسيح إنه يليق بنا أن نكمل كل بر. هنا بقى ال الإعلان الإلهي هيظهر لنا في الأعداد اللي بعد كده. ايوه، يليق بنا هنا بتشير لايه؟ بنا. انت هو عايزه بنا هنا تلزقيها بيشمل. وتقولي الثالوث، هو مش الثالوث. انا لا، مش بتكلم على الثالوث برضه، ما قصدتش ثالوث على فكره برضه، لا مش قصدي ثالوث. هي بنا دي يعني اعتقد ان هو بيشمل البشريه كلها. مش عارفه، هو اعتقادي انا، لان احنا هنسلك زي ما المسيح هيسلك. ما هو ايه دليلك؟ ما هو فانا القرينه، في ما هو انت اعتقادي. استاذه ودارسه تفسير، وعارفه ان الكتاب بيتفسر بقرينه مباشره وقرينه غير مباشره. القرينه المباشره اللي موجوده في نفس الاصحاح او نفس القرينه غير المباشره اللي موجوده في باقي السفر او باقي الكتاب. ايه القرينه اللي عندك تستدل بيها على كده؟ فين الشرط وجواب الشرط اللي انت ممكن تخرجي بيه بنتيجه زي كده؟ لازم يكون في حاجة علشان توصلي للتفسير ده، مش اعتقد وانا بفكر وبتاع. انت اكاديمية. اوكي، هربطها بحاجه وهجيبها، بس دلوقتي لا، انا مش جاهزه بيها. تمام. يعني أخ ميشيل نقدر نتكلم فيها إنه هو مشاركة يوحنا معمدان مع الرب يسوع المسيح بالخدمة، يعني لأنه كلاهما بنفس تقريبا الخدمة ولكن مختلف شوية. وأنا يعمد بالماء ولكن هنا يشهد يوحنا معمدان للرب يسوع المسيح يعمد بالروح والنار. ففي اشتراك بالخدمة، فهو يعني زي إنه هو أنت معي في هذه الخدمة، إنك كمان في المعمودية، وإنه بالظبط اللي انت بتقوله. كمل. لا كمل حبيبي.
طيب اطلع قول فكرتك يا في المفدي. اتفضل. سلام المسيح يا مفدي. يا نعم، يا سلام المسيح سلام معكم. ونعمة. ده اللي انا قلته وقصدته. وضحه انت، اتفضل. اللي هو البشارة بالملكوت وبالإنجيل، على اللي أنا بعته على الشات يعني. بالظبط. أما أكيد يعني مش هيروحوا يبشروا الأمم بناس ما تعرفش ربنا، بيقول لهم إن الله تجسد أو إن المسيح أجا. أكيد يعني في منطقية في إرسالية المسيح، والمسيح عارف هو شعوبه، إحنا شعبه، فعارف طبيعة الشعوب، وعارف مين هم الشعوب اللي بيعرفوا ربنا وفين الشعوب اللي ما بيعرفوش ربنا نهائيا. فما كانوش ينفع يروحوا يبشروا الوثنيين بقدوم الله المتجسد. فدي البشاره دي كانت لبني اسرائيل، هم اللي بيعرفوا ربنا، وهم الموعودين بالابن المولود اللي هي بنبوه اشعياء. فالوثنيين ما يعرفوش نبوه اشعياء، ما يعرفوش كل النبوات، فامرهم بالبشاره الاولى داخل اسرائيل، لان المنبع والاساس هو من اسرائيل. وانا بشوف ان هي اسرائيل المفروض بالظبط. كانت هي المناره للكرازه للعالم كله، تبدا من هناك. فلازم الشعب الاسرائيلي يتنور الاول، وبعد كده يشع النور للعالم كله. فكان لازم لبني اسرائيل. تمام، هو ده اللي انا قصدته بالظبط. والفرق ما بين الارساليتين، وليه هو قال لم ارسل الا الى خراف بني اسرائيل الضاله، لان هو البشاره بملكوت الله غير بشاره الانجيل يا اخوانا. والا كان يبقى لو هي الاولى زي التانية، احنا كان كده عندنا زي اخواننا بالظبط ناسخ ومنسوخ، واحنا ما عندناش الكلام ده، ما عندناش العك ده. طيب، علشان بس ايه ما نفردش. هو احنا ينفع نربط الجزئية دي يا أستاذ ميشيل بالجزئية بتاعة الأغصان والشجرة اللي حضرتك كنت ذكرتها، الشاهد اللي حضرتك قلت لنا هو في نقراه، أشعية. اللي هو بتاع الأغصان. نعم. اللي هو في أشعية. بالظبط كده. ينفع نقول إن الشجرة اللي هي كانت إسرائيل، وبرضو بقت لأن هي ما قبلتش رب المجد يسوع، فبقى القبول بقى لكل الأمم. كده أنا صح ولا بعدت؟ بالظبط. وكمان حتى اللي أصاب اليهود هو نوع من، سماه بولس الرسول، حصلت قساوة قلب بسبب ويسكت. الخطية ولا أنا غلطان؟ يقول إيه؟ يقول قساوة قلب إيه؟ وقتية. ويكلمنا عن إن هم هيرجعوا وهيقبلوا وهيؤمنوا، ونفهم من باقي مقتضيات الكتاب، من باقي أسفار الكتاب في العهد الجديد، إن العشر أسباط هيرجعوا وهيقبلوا الرب يسوع المسيح لكل المجد. ف اللي أنت بتقوله هو ده، زي ما الشجرة دي ما قبلتش، والشجرة دي اللي هتقطع، كذلك هو ده اللي حصل لإسرائيل. لكن في بقية هترجع. مش عايز أطول قوي. إذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة واتيا عليه، وصوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. كتير كانوا بيعتقدوا ان اصوات من السماء بيسمعها كل اللي بيجي لهم من نبوات في زمانهم، سواء عند اليهود او غير اليهود. هنا المسيح كان له عنده نوعين من الشهود: صوت سماوي، ونبوءة يوحنا نفسه، اللي هو قال عنه هذا هو الذي قلت، هذا هو الذي قلت عنه، هذا هو الذي قلت عنه. فهنا في 2 شهود: الآب من المجد الأسنى بيشهد له، ويوحنا المعمداني اللي بيشهد له. متى هنا لما قصده ان هو اللي بيقروه العبرانيين اليهود اللي قبلوا المسيح، اللي عندهم معرفة واطلاع واسع، يدركوا مدى التشابه، مش بس مع المسيا الملك اللي جه ذكره في مزمور 2:7، لكن كمان مع الخادم العبد اللي عانى الآلام والأوجاع في أشعياء 42 من 1-4. أنا تقريبا كده خلصت الأصحاح. لو حد حابب يضيف، يعلق، يسأل، كلنا موجودين. الله يكرم.
أنا عايز أقول إن إعداد حضرتك كان جيد، يعني أنا بشكرك جدا، وخصوصا الربط ما بين شواهد العهد القديم. أنا كنت أول مرة أخد بالي من الشاهد بتاع الأغصان دون وفكرة الشجرة. فأنا أشكرك، دايما بنتعلم منك. لا العفو، كلنا ما تلامذتك يا أستاذ. ما تعمل حاجة كده كويس يا أخي، نشيل زي في نشرة الأخبار، تجيب الموجز كده، يعني اعمل 3 دقايق موجز للحوار كله، زي موجز الأخبار كده. عشان اتفضل، يتمنى عشان اللي عشان أجيت في دخل الآخر. برضه متأخر يكون ملم بالموضوع. عشان أجيت في الآخر اعمل مم. موجز، مش بقول لك عيد عشان ما تقلش عليك، اعمل ملخص موجز كده الأصحاح أهم يعني. الأخبار. لما ألخص اللي أنت قلته يعني كله موجز. اتفضل. لحظة واحدة، ثواني. احنا اتكلمنا عن كنا في متى الأصحاح الثالث، اتكلمنا عن يوحنا المعمدان في الأعداد من 1 ل 12. مين هو يوحنا المعمدان وليه احنا ككنيسة بنقول اللي فيه وجه شبه ما بين يوحنا المعمدان وإيليا، وقلنا أوجه الشبه الموجودة، وبعدين استخدام يوحنا للنبوات، استخدام متى للنبوات على لسان يوحنا البشير اللي هو قعد طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة، صفة يوحنا ولبسه وطبيعة كراسته. وضحنا ليه المعمودية اللي كان بيعملها يوحنا، وإن هي ما كانتش أثينية، وإنما هي كانت موجودة عند اليهود، وكانت بيشترطوا على الأمم اللي بيقبلوا جايين للمسيح وبيقبلوا المسيح إن هم لابد إن هم يغتسلوا بعد التوبة ويجهزوا نفسهم. لكن هنا يوحنا عمل إضافة إن هو لازم اليهود كمان يدخلوا في العهد ده ويدخلوا في الاغتسال ويقدموا التوبة له. وضحنا كمان كرازة يوحنا ووجه الشبه فيها ما بين كرازة يوحنا وما بين بشارة، ما بين نبوة إيليا النبي، وإزاي إن هو أعلن قدام الفريسيين إن هم ممكن ينزع القضيب من إسرائيل لعدم توبتهم ولعدم رجوعهم ولعدم تقديم أثمار صالحة لائقة بالبر. وبعد كده نبوته عن السيد اللي هو أنا أعمدكم بماء، الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه. ووضحنا هنا المصطلح دوت عند اليهود مقصود بيه إيه، إن ليه العبد اللي كان بيحمل حذاء سيده. ودلالة دوت عند في كلام يوحنا المعمدان عن مكانة وعظمة وجلال ربنا يسوع المسيح ليه كل المجد كابن الله، كالمسيا المنتظر، عن طبيعة معموديته بالروح القدس ونار، والتفريق ما بين معمودية يوحنا ومعمودية المسيح. وقلنا ليه المسيح فرق، آسف مش فرق، مرضاش أو رضي إن هو يكمل معمودية يوحنا، والسبب وراء إكماله لمعمودية يوحنا كأنه متحد مع شعب إسرائيل في موقف التوبة والرجوع الجماعي لله، أو كنائب عن إسرائيل، علشان يعلن الحالة دي كتجهيز لشعب إسرائيل للرجوع للمواعيد المنتظرة اللي بتنتظرهم بقبول المسيا اللي جه فعلا وقدم نفسه طواعية على عود الصليب، وإلى خاصته جاء وخاصته لم تقبل، وأراهم نفسه حيا بعد 3 أيام من صلبه، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه. واحنا ما زلنا بننتظر على الرجاء اللي يجي في اليوم اللي يجي فيه ليدين المسكون بالعدل الذي ليس لملكه انقضاء. امين. امين امين. مش كان لازم يا استاذ مشير ان المسيح برضه يعطي شرعيه لمعموديه يوحنا، مع اعتماده لمعموديه يوحنا هي شرعيه ليوحنا؟ بالظبط، هو كده، هو ده اللي قاله، لانه يليق بنا ان نكمل كل بما بر. انه كان لازم يدي شرعيه ليوحنا طبعا، وشهاده المسيح ليوحنا وشهاده يوحنا للمسيح
لذلك عفوا يعني أنا هقول حتة صغيرة ممكن أقل من دقيقة بعد إذنك يعني. لذلك إن في ناس آمنت بالسيد المسيح عن طريق يوحنا المعمدان. إزاي؟ لأن لو هنروح لإنجيل يوحنا الإصحاح باسم رب يسوع تقريبا الإصحاح 14 لقيت حاجة بيقولوا اليهود هم نفسهم أو يوحنا 10 ثواني نقرأ من الكتاب الورقي. بيقول إيه؟ فطلبوا أن يمسكوا يوحنا 10 الآية الآية 40 في يوحنا 10 الآية 40. فطلب أيضا أن يمسكوه فخرج من أيديهم ومضى أيضا إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه أولا ومكث هناك. فآتى إليه كثيرين وقالوا أن يوحنا لم يفعل آية واحدة ولكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا فآمن كثيرين به. فهو كان عاطمة شرعية لمعمودية يوحنا، وأيضا مشاهدة يوحنا للسيد المسيح كان لها دور كبير جدا في مرحلة بشارة السيد المسيح، لأن الشعب كتير جدا كان بيحب يوحنا لدرجة إن هيرودس نفسه خاف من الشعب لما عاد يوحنا، كان خايف من الشعب. فأنا بشوف دي حاجة يعني حلوة إن أنت اتكلمت فيها يعني، وحاجة في كتير ناس ما بتركزش على هالمواضيع يعني. لكن هي مواضيع حلوة، تناغم حلو في الأناجيل عامة، أو في بين العهد القديم والجديد، وأيضا ما بين حياة المسيح على الأرض وبين تلاميذه أو بينه وبين يوحنا المعمدان. شكرا. بص، الله هو يعطيكم العافية ويبارك حياتكم. كل كلمة ربنا إن لما تدخل فيها يعني هتلاقي فيها عجب. وكل العهد الجديد متصل بالعهد القديم بصورة ما، لكن بالذات متى هتلاقيه دايما بيأمن على ليتم المكتوب وكما قيل بالنبي وفي تلك الأيام. لا ألفاظ نبوية اليهودي المسيح اللي من أصل يهودي عارفها فبيحيلوا ليها، فتحس إن في تناغم واتحاد ما بين العهدين، مش منفصلين عن بعض أبدا أبدا. بيعملها الروح القدس ببراعة وبيستخدم شخصية متى البشير اليهودي العالم بالكتب علشان يوصل المعلومة في كل جزئية. فكلمة ربنا هي بحر بجد يعني. انت كل ما تقرب من منطقة فيها تفتكر ان انت عرفت، لا تلاقي الروح يجرك لمنطقة تانية، تكتشف ان انت أجهل الناس، لأن كلمة ربنا ملهاش بجد، ملهاش حد، مفيش حد كبير عليها أبدا. احنا بنرحب بالدكتورة مهتاب ونجاة ومي وديزل وبيبو وكل الناس اللي نورونا وجم متأخرين، وكل الناس اللي على البانل، الأستاذ ميكو وروماني ده تقريبا اللي بيعزمنا باسمه، وكل إخواتنا. بشكركم. أتمنى ربنا يكون اللي أنا بقدمه دوت سبب إن هو يفيد ولو بحرف واحد. أخونا الدكتور جون هيقدم متى الأصحاح الرابع الساعة 10 بالليل على هم فتحوا دلوقتي يا أستاذ ميشيل، أنا شايف. لا، هو فاتح مكابيين دلوقتي، فاتح مكابيين دلوقتي في الحوار المسيحي، والساعة 10 بالليل هيدينا الأصحاح الرابع. احنا بنعمل أصحاحين كل أسبوع، سبت وحد، ده ميعاد ثابت لتفسير العهد الجديد وبادئين بمتى. طيب يا استاذ مشيل، معلش اسف قبل ما تمشي افتكرت السؤال. معلش ده مهم جدا ولازم يا ريت لو ما فيش اجابه حاضر دلوقتي يا ريت تجاوبنا عليه. ان اتسالنا السؤال دوت، يمكن في حد من الاخوه الموجودين كان موجود معانا. في ايه في يوحنا الآب لم تسمعه صوته قط. تمام؟ في إنجيل يوحنا الآب لم تسمعه صوته قط. أركز يعني هنا قط هنا للنفي. مظبوط يا فندم؟ الله لم يره أحد قط، الله لم يره أحد قط اللي قصدك عليه. لا، ولم تسمعه صوته. هل بجيب لك الآية؟ لازم معلش عشان انت شكلك اديني بتحرف فرصة، كده. بس السؤال ده مهم جدا. لا أنا آسف. إلا إذا كان ده الإنجيل اللي نزل في المنيا عندكم يعني.
ماشي ثواني. هلا بجيب لك لم تسمعوا صوته قد دقيقة واحدة. لا ده موجودة يا أستاذ مشيل، بس ثواني، إحنا ما عندناش في المنيا الإنجيل لسه ما نزلش المنيا، أنا ما رحتش المنيا. أول الابن ما أروح الوحيد المنيا أوعدك. الابن لحظة الوحيد ثواني. الذي هو في حضن الآب هو خبر، فهو الله بيقول لم لك يره أحد ثواني. قط، ده اللي أنا أعرفه. ايوه فهو بيقول لك ان هو الله حي بروحه وناطق بكلماته، فكرة القديس أثناس. لا اتفضل كده. معلش، يوحنا 5 معلش، يعني تمام. سامحوني، يوحنا 5 أنا آسف. أصل أنا مش هاقول لكم حاجة يعني أكيد مش هادّعي على الإنجيل. في يوحنا 5:37 استخدمت إنترنت عشان الكتاب الورقي شوية بيكون صعب، ماشي؟ يوحنا 5:37 أوكي، بيقول إيه؟ يا 37 بيقول إيه؟ والآب نفسه الذي عفوًا بيقول وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها أنا أعملها، وهي تشهد لي أن الآب قد أرسلني، والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. لم تسمعه صوته قط. ركزوا، هنا المسيح الذي يتكلم بيقول الآب لم تسمعوا صوته قط. يبقى الآية مش في إنجيل المنيا، ماشي يا أستاذ ميشيل؟ أنا ما اتكلمتش على الآب لم يراه أحد قط، أنا بتكلم هنا عن صوت، دي آية تانية خالص. قولوا متفقين في الأول، قولوا الآية موجودة. أوكي؟ طيب عشان موجودة انتوا موجودة كسفتوا. في يوحنا ايوه عشان انتوا كسفتوني. والله، والمصحف الشريف هنا كنت عارف إن هي بيقولوا موجودة. ماشي طيب، يبقى هنا ان المسيح بيقول لهم الاب لم تسمعوا صوته قط. طيب بيرجعني بسرعه كده لانجيل لمعموديه مخلصنا الصالح، ان الصوت من السماء كان صوت الاب. لو قلنا ايوه صوت الاب، طيب اللي سمعوه اللي كانوا موجودين كل في وقت العماد، ولا سمعوا يوحنا فقط ام سمعوا يسوع فقط؟ اذا قلنا سمعوا يسوع فقط نقول يبقى هي شهاده ليسوع فقط؟ اعتقد لا، شهاده ليسوع ويوحنا نوعا ما. طيب دي كانت شهاده للموجودين كلهم، يبقى الموجودين كلهم في الحاله دي سمعوا الصوت، والايه في انجيل يوحنا بتقول لهم انتوا لم تسمعوا صوت الاب. تمام كده؟ فممكن توضيح للجمله دي بعد اذنك، لو السؤال مكعبل شويه ممكن يعني اقوله بطريقه ميويه شويه. لا فهمته. بس اتفضل. هنا المسيح لما بيقول لم تسمعوا صوته، هنا المسيح ما بيتكلمش عن الصوت اللي صار، على الصوت اللي صار في المعمودية، ولا على اللي صار في المجد الأسنى، لكن هو المسيح بيتكلم عن نفسه إنه هو صوت الآب اللي انتوا ما سمعتوهوش ولا قطعتوه ولا أبصرتم هيئته، لأن هو المسيح هو هيئة الآب، فأذانهم الروحية وعيونهم الروحية مقفولة ومغلقة. فمش القصة هو ما سمعوش صوت الآب في المعمودية، لا هم سمعوا، وسمعوا صوته في المجد الأسنى، سمعوا صوته في المجد الأسنى، لكن هم ما سمعوش صوته اللي هو المسيح المستعلن في شخص، صوت الآب المستعلن في شخص المسيح. وصلت؟ هنا ده المقصود، هنا ده اللي يقصده المسيح، ان انتوا ما سمعتونيش انا، ما قطعتونيش انا، ما ابصرتوش هيئة الآب المستعلنة فيا. معنى كلام المسيح تاني اوضح ان انتوا ما عرفتونيش لان انا صورة الآب، ولو عرفتوا الآب لعرفتوا المسيح، زي ما كان بيقول له أرنا الآب وكفانا، يقول لهم من رآني فقد رأى إيه؟ رأى الآب. معلش الآب بيشهد للمسيح، يا عم مشيل، الآب بيشهد طب أكمل؟ ممكن يكون يقصد حاجة بس صغيرة. ممكن يكون يقصد إن أنتوا معنى ما سمعتوش إن كنتوا ما عملتوش بكلام الآب. ما هو المسيح هو كلمة الآب، المسيح هو صوت الآب المستعلن، المسيح هو شريعة الآب المستعلن، هو هيئة الآب نفسه. الآب أعلن نفسه في المسيح، اللي ما سمعش لصوته هو اللي ما سمعش الصوت، اللي ما سمعش للمسيح هو ما سمعش وما قطعش صوت الآب. ده هو ده المعنى. مش زي بقى مع اخواننا بيجيبوها ويلفوها ويقول لك هنا ده تضاد وتناقض، لا، ده هو ده مضمون كلام المسيح في يوحنا 5.
وضحت شوية يا مفدي؟ ممكن نضيف حاجة صغننة كده؟ اتفضل يا أستاذ. حبيبي ربنا يخليك. هو احنا ما عندناش اي تعارض نهائي في الفكرة، بس في جزئية ان في تمايز في طب الاقانيم يعني. لحظة أنا حاسس كده إن أنا فهمت غلط وأنت تفتكريني أنا بقول لكم ده تناقض. لا، أنا بطرح سؤال لينا إحنا نستفيد منه، يعني أنا مش بطرح تناقض. بالعكس، انا اول ما قلتها انا عارف ان الرابط موجود، ان العدد موجود، بس ايه انا فاهم الفكرة، لان وقلت لك ردها من القديس اثناسيوس الرسولي ان الله ناطق بكلماته وهو المسيح. فهي القصة قصة ايه؟ ان في تمايز ما بين الاقانيم الثلاثة. يعني ايه؟ الابن هو اللي بيخبر بعمل ربنا، فكون ان هو يكون هو الناطق او ليه اقنوم الابن هو اللي ليه التجسد، فده تمايز لاقنوم الابن. كون ان الله الاب هو اللي ينبثق منه الروح القدس، ودي جزئيه من الجزئيات ال 12 اللي ذكرها قانون الايمان، وضح الانبثاق من الاب، لان في يعني في بعض الكنائس الاخرى يقول لك منبثق من الاب والابن. فالجزئيات دي في تمايز الاقانيم ما بتبعدش نهائي عن فكره الوحدانيه، لكن ايه؟ ان الابن له اكنوم التجسد، الروح القدس له تميز انه بيحل في نفوس المؤمنين وهو منبثق من عند الآب. فهنا في كل اقنوم ليه عمله او ليه شغله. فكون ان الله لم يره احد قط، دي نفس الفكرة اللي كانت موجودة في العهد القديم، برضو هي اللي موجودة في العهد الجديد. ورب المجد وضحها ان انا ناطق بكلمة ربنا، ان انا الكلمة المتجسدة. فهو يعني زي ما قال الأستاذ ميشيل، هو عايز فكرة الترابط تملي ماشية معانا، فكرة الترابط ما بين العهد القديم والعهد الجديد. تمام يا أستاذ. طيب في لينك الكلاب فوق، يا ريت اللي ما اشتركش فيه يشترك وتعملوا، يعني في حاجة سهلة قوي ممكن توصل الكلاب ده للناس بسرعة، ان انتوا ما تكسلوش ان انتوا بعد ما تفتحوا الرابط حتى اللي اشترك فيه قبل كده يعمل انفيتيشن، دعوة لكل الناس اللي عنده. ده هيوفر علينا تعب قلب كبير قوي في ان احنا كل مرة نعرضه ونعمله. فلما تعملوا الانفيتيشن دوت، في ناس كتير ممكن تقبل عن طريقكم الانضمام أستاذ أبو عبده كان دخل من حوالي نص ساعة كده، فأنت ما خدتش بالك، يعني كان دخل مع انا مش ناس عارف مين ابو عبد بتاع اللي انتوا ده. بتاع قناة الحياة، اللي هو مع أستاذة أماني مصطفى، ومع أستاذ يعني رئيس قناة الحياة، فأنت كنت ما خدتش بالك تقريبا. طيب انت ادمن معانا يا استاذ ما يعني. رضيتش أقطع الكلام لأن كنا بنقرا في الكتاب المقدس، فما رضيتش، فكنت طيب طب تمام. ممكن بعد إذنك عم مهند أنت وعم مشيل والجميع طبعا، أولا بسلم على كاتي. ممكن بقى عم مفدي يفسر لنا ده بعد إذنكم. نفس الكلام اللي قالوه الإخوة هو نفس الكلام اللي أنا يعني هم قالوا الكلام الصح 100%، مش هقدر أضيف عليهم أي حاجة خالص. أمين. فعشان كده أنا سكت، لو في تعقيب بحكي على طول، يعني ما باخدش حاجة وأقعد ساكت يعني. فربنا يبارككم جميعا. لو في أي حاجة ما كنتش فاهمها أو حاجة كنت هتكلم على طول. هم ده يبقى أنا كل كده كنت فاهم ربنا النص يبارككم. غلط. يبقى أنا كده كنت فاهم النص نعم. غلط. يعني شوف، ربنا مفيش نصحح فهم، بعض مفيش ربنا فهم غلط ما دامت مش متعلق بلاهوت المسيح. مفيش فهم غلط، هو بيكون فهم صح، لان عندنا احنا الكتاب بيقول ما اوسع احكام الرب ووصاياه. فانا ممكن اخد الايه، انت بتاخد الايه لم يسمعوا صوته، يعني احنا مثلا في اسيا عامه. يا عم انت ليه ما يعني انت ليه اسمع كلامي. اسمع كلامي بمعنى ان انت تعمل بيه، ما اسمعش كلامي يعني ما عملش بيه. انت ممكن يكون مفهومك صح، ما في مشكله عادي يعني. فانها مش متعلقه بلاهوت المسيح، ان احنا ممكن يكون في ايه انت بتفهمها بجهه وانا بفهمها بجهه، ولكن هدفها واحد عادي.
ما في مشكله يعني. انا بشوف ده رايي، ان كل اللي قالوه الاخوه صح، واللي انت قلته صح، لانه مش متعلق بلاهوت المسيح. تمام. فامين، ربي يبارككم. ويباركك. طيب في بعد ساعة تقريبا روم كاترين عن المرأة، هل المرأة المسلمة مملوكة أم حرة؟ ده هيكون في كلاب الحوار الإسلامي برضو ده تنبيه. وأما تضغطوا على اللينك وهتلاقوا الجرس، كون إن انتوا تفعلوا الجرس هيوصلكوا تنبيه وقت ما الروم تتفتح. ربنا يديها نعمة ويمسحها في المادة اللي هتقدمها. شكرا شكرا ليكم. كتير ميشيل حياتي، شكرا. العفو يا بابا. موفقة في الغرفة يا أستاذة كاتي. شكرا كتير أستاذ ونفكركم هاني. برضو، نفكركم إن الساعة 10 بتوقيت أنا، اللي هي 11 بتوقيت القاهرة، الدكتور هيكمل لنا بنعمة ربنا الأصحاح الرابع من تفسير إنجيل متى. نشوفكم على خير. أخدت بركة بوجودكم وبمناقشاتكم، والمسيحي يحافظ عليكم. دايما سلام. بنتعلم منك يا مستر. بالتوفيق كاتي. سلام المسيح. قلبي أنا تعيش يا عمر. حبيبتي كاتي. سلام.